عمرك حسيت إنك بتعمل حاجة مش حاببها؟ عادة سلبية كده ومش قادر تبطلها؟ زي مثلاً تمسك الموبايل قبل النوم بالساعات، أو تأجل شغلك كل يوم، أو حتى إنك تقطع كلام الناس دايماً بدون قصد. تعال أقولك إزاي نخلص من العادات دي خطوة بخطوة وببساطة. أول حاجة، اعرف إنك مش لوحدك، كلنا عندنا عادات سلبية وده طبيعي كبشر. المهم مش إنك عندك عادة وحشة، المهم إنك واعي بيها وعايز تغير. تاني حاجة، حدد العادة دي، يعني اكتبها بصراحة. أنا بقعد على السوشيال ميديا 3 ساعات كل يوم ومش بخلص شغلي. أو أنا بكسل أمارس رياضة رغم إني نفسي أبدأ. الوضوح هنا مهم جدا. تالت حاجة، اعرف السبب ليه بتعمل العادة دي. هل بتأجل شغلك علشان خايف تفشل؟ هل بتاكل كتير علشان مضغوط؟ العادة السلبية دايما وراها احتياج نفسي، لو عرفته هتعرف تلاقي له بديل. رابع حاجة، بدلها بحاجة تانية. العقل ما يعرفش يبطل عادة كده وخلاص، لازم تحط مكانها عادة تانية. يعني بدل ما تمسك الموبايل قبل النوم، حط كتاب جنبك واقرا صفحة. بدل ما تعض ضوافرك، امسك كورة ضغط صغيرة. العقل هيقاوم شوية، بس بعد كام يوم يبدأ يعتاد على البديل. خامس حاجة، خلي الموضوع سهل. يعني ما تقولش أنا هبطل سوشيال ميديا نهائي، ده صعب ومش واقعي. ابدأ بحاجة بسيطة، 10 دقايق أقل في اليوم، أو يوم واحد في الأسبوع من غيرها. الإنجازات الصغيرة بتديك دفعة تكمل. سادس حاجة، كافئ نفسك كل ما تلتزم يوم أو 2. كافئ نفسك بحاجة بسيطة، مشروب بتحبه، ساعة راحة، حاجة بتفرحك. العقل بيحب المكافأة، وده بيخليه يربط السلوك الإيجابي بالشعور الحلو. سابع حاجة، ما تجلدش نفسك لو وقعت ورجعت للعادة. عادي، انت مش روبوت. المهم تقوم تاني وتحاول. كل مرة بتحاول فيها انت بتقوي عضلة التغيير جواك. وأخيراً، التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، لكن كل مرة بتقرر تبقى أفضل انت بتقرب من الشخص اللي نفسك تكونه. ابدأ بعادة واحدة بس النهاردة، وامشي عن الخطوات دي، وبعد شهر بص ورا وشوف قد إيه فرقت معاك. لو عجبتك الحلقة، شاركها مع صاحبك اللي بيحاول يغير عادة سلبية، وخلينا نشجع بعض نكون أحسن. ولو كان الفيديو مفيد ليك، اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة.